يا شباب حياكم الله، انا عايز اسالك سؤال لولبي كده. اسال يا اخويا. سؤال من الاخر يعني. ما تسال يا ليه فريق الهلال بيكره الاهلي؟ او ليه اغلب فرق افريقيا اصلا بتكره الاهلي؟ يا نهار اسود. والله يا اخويا الاجابه بسيطه خالص. تخيل انك كل شويه بيتحط عليك من نفس الشخص كل مره، ده غير انك لما تاخد بطوله منه بياخد قدامها 100 وكله بحق الله. ده حق الله. بل وتفرح فيه كمان لما يخسر 5 مثلا. وده حال فرق افريقيا تجاه الانديه المصريه عموما، مش الاهلي بس، لان مصر اكتر دوله خدت بطولات كرويه على قفا الناس دي كلها، من حيث بقى اهلي او زمالك او منتخب. لكن للاسف اداء الانديه المصريه السنه دي كان وحش جدا، بالذات الاهلي والزمالك. الزمالك ودع البطوله باداء سيء جدا، والاهلي لسه عنده فرصه بس اداؤه كان سيء برضه. بس ما تقلقش، الاهلي بمن حضر وما بيعملش حساب لحد. وايه زعيم افريقيا ده؟ مش فاهم انا. الاهلي عنده لعيبه تاكل النجيله، يلا يا رجاله. ايه ده؟ احنا بنقول نحلها ود احسن يا جدعان، عشان مشوار الاهلي في البطوله ما كانش قد كده، لان الاهلي بدا البطوله بخساره قدام الهلال السوداني 1-0. فجينا نسال ايه السبب، الشناوي قالت عميد بسبب الشمس. فقلنا ولا يهمك يا شنو، تتعوض يا حبيبي. بعدها الاهلي لعب صن داونز، فنلاقيه بيتعادل على ملعب الاهلي 2-2. صن داونز جاب الجول الاول، بعدها الاهلي جاب التعادل، وراها على طول الاهلي يجيب الجول الثاني. وقلنا صباح الفل، ده احنا الليله ليلتنا. لكن للاسف صن داونز يجيب هدف التعادل ويخلص الماتش على كده. فنسال الشناوي عن سبب الخساره المره دي، ونقول له يا اسطى انت كنت بتلعب بالليل، يعني دي ما فيهاش شمس دي. قال اصل انا لسه مطلق والله يا رجاله، فهتلاقيني في الماتش مش قد كده. لكن الاهلي على فكره ما سكتش على المهزله اللي حصلت دي، وقام نفض هدومه وقال خلاص 5 جد بقى، عشان انا لازم اركز في ماتش صن داونز اللي جاي ده. فقام مكمل ال5 الجد ب5 ثانيه عشان يبقى وال10 دول الكلام على موت. وفضلنا نقول ركز يا شناوي اخر مره والله، ركز يا شناوي اخر مره والله، يا شناوي ركز يا شناوي، اصل انا لسه مطلق والله. طب ركز يا شناوي، الشمس حاميه والله. طب يا اسطى اصل انا لسه مطلق في الشمس والله. وهنا بقى نسال سؤال لولبي، والسؤال بيقول علل ليه الاهلي خسر من صن داونز 5 ورا بعض؟ 1 بسبب ضعف الحكام وفرض الضرائب الباهظه، 2 بسبب الصراع الدائم على الحكم، 3 بسبب صاحبك النحس. وحط تحتها 200 خط، لان انا متاكد ان صاحبك اللي اتفرج معاك على ال5 الاولانيه هو اللي اتفرج معاك على ال5 الثانيه. فلو عايز الاهلي يكسب الهلال اوعى تجيب صاحبك النحس يتفرج. ما علينا، نرجع لموضوعنا. الاهلي بعدها كسب القطن رايح جاي، اللي بالمناسبه كان داخل عشان يتضرب وخلاص. مالك مخستع كده مش تكتب. ما حاولش حتى يتعادل ماتش واحد يوحد بيه ربنا. الاهلي كسب فريق القطن في مصر بجول اول وجول تاني وجول تالت، وراح يلعبوا في الكاميرون عشان يكسبوا بجول اول وجول تاني وجول تالت وجول رابع، عشان في الاخر يبقى حصلت مجموعه زي ما انت شايف كده. بعد كده الهلال يلعب صن داونز على ارض الهلال، ولو كان الهلال كسب الماتش ده كانوا هيصعد، وماتش الاهلي كان هيبقى تحصيل حاصل. لكنه في الاخر اتعادل 1-1، والحكم حسب له ضربه جزاء في اخر الدقايق عشان يصعد. انما ايه، الهلال جبله، والتصدي ده كان افضل تصدي بالنسبه لجماهير الاهلي، عشان اداهم امل كبير وحسوا ان البطوله عايزاهم. بعدها الهلال يطلع تصريح ان قال ايه، صن داونز فلت من هزيمه زعيم افريقيا، اللي بالمناسبه ما كسبهاش ولا مره. فبالبلدي كده الهلال حط ايده في بق اسد جعان جدا اللي هو الاهلي، لان الاهلي اول حاجه عايز ينتقم ويعوض الخساره اللي حصلت، وعايز كمان يصالح جمهوره. والماتش كمان هيبقى في استاد القاهره، ومش كده وبس، هيبقى بحضور 50,000 متفرج، وحرفيا الرقم ده اول مره يخش استاد القاهره من سنين فاتت. وكمان اللعيبه في اتم تركيزها. فعايزك تبقى مطمن وحاطط في بطنك بطيخ صيفي، واحلى على احلى، وابيض على الابيض، ومنده على مرنده، ان بطاقه التاهل للاهلي. بس تفتكر ان صاحبك النحس جه يتفرج معاك على الماتش.